الزمن يا أمينة عامل زي النيل، ساعات يجي هادي وسلس، وساعات يجي فيضان ياخد الأخضر واليابس. وفي وسط الفيضان ده بتظهر صخور، جبال ما بتتحركش مهما الموج علي. وحكايتنا النهاردة عن جبل من جبال مصر، عن سعد باشا زغلول. سعد زغلول اسم بنسمعه في كل حتة، محطات مترو، شوارع، تماثيل. بس يا محمود تحس إن الناس نسيت الراجل ده كان مين بجد، نسيت إنه كان طفل يتيم في قرية بسيطة اسمها إبيانة في الدقهلية. الدنيا جت عليه من أول يوم. الله ينور عليكي. سنة 1859 الدنيا كانت ضلمة، الفلاح المصري كان يدوب بيجيب قوت يومه بالعافية، وسعد اتولد ولقى نفسه مسؤول. أبوه مات وهو لسه عود أخضر، فأمه وصته: يا سعد اللي ملوش ظهر يربي لنفسه عظمه. والكلمة دي رنت في ودنه العمر كله. بس هو ما اكتفاش بإن عظمه ينشف في الغيط بس، ده دماغه كانت بتغلي. كان بيشوف العمدة والباشا والمأمور ويسأل نفسه: ليه دول صوتهم عالي وإحنا صوتنا مكتوم؟ ليه الكرباج في إيدهم والظهر المحني نصيبنا إحنا؟ بالظبط، وعشان كده سكة الكتاب وحفظ القرآن كانت البداية. بس سعد كان مختلف. لما راح الأزهر الشريف ما كانش رايح عشان يحفظ ويمشي جنب الحيط، ده راح وهو جواه نار. وهناك قابل مين؟ قابل جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده، ناس بتفهم إن الدين مش بس صلاة وصوم، الدين يعني كرامة وعدل. ودي كانت النقلة يا محمود. التلميذ النجيب اللي بيسمع الكلام بقى هو اللي بيسأل الأسئلة الصعبة، بيغامر وبيمشي في حواري القاهرة يشوف حال الناس، يقعد على القهاوي يسمع شكاوي الصناعية، وكأنه كان بيحضر نفسه لحاجة كبيرة لسه ما يعرفش هي إيه. وكبر سعد وسموه محامي الفقراء، كان بيقف في المحكمة زي الأسد، صوته يزلزل الجدران. وبعدها بقى قاضي، ولما بقى قاضي شاف العجب، شاف إن القانون في مصر كان بيتفصل على مقاس الإنجليز والبشوات. القانون كان سيف على رقبة الغلبان وحرير على جسم الظالم. يا محمود، إحساس صعب قوي لما تكون قاضي وشايف الظلم بعينك ومش قادر تحكم بالعدل الكامل، لأن في قوة تانية، قوة الاحتلال، هي اللي ماشياها الدنيا. بس سعد ما سكتش، بدأ يكتب، وقلمه كان أحد من السيف، مقالات بتهز الرأي العام، بتصحي الناس. ودارت الأيام وجت الحرب الكبيرة، الحرب العالمية الأولى. الإنجليز دخلوا هادوا خيرات مصر، خدوا الفلاحين يحاربوا معاهم وخدوا المحصول، وقالوا للمصريين: اصبروا معانا ولما الحرب تخلص ليكم عندنا الحرية. وسعد كان مراقب ومستني الوعد. بس يا خيبة الأمل، الحرب خلصت سنة 1918 والكل بيحتفل، وسعد خد بعضه وراح للمندوب السامي البريطاني، قال له: الحرب خلصت، فين بقى استقلالنا اللي وعدتوا بيه؟ الإنجليز ضحكوا عليه بسخرية وقالوا له: انت مين عشان تتكلم باسم مصر؟ انتوا شعب ما بيعرفش مصلحته. ودي كانت الغلطة اللي الإنجليز دفعوا تمنها غالي. الكلمة دي ولعت النار في قلب سعد، خرج من عندهم وقال: بتقولوا أنا مين؟ طيب أنا هوريكم أنا مين، وهوريكم الشعب ده يبقى مين. ومن هنا جت فكرة الوفد. سعد ورفاقه قرروا يجمعوا توكيل من الشعب، ورقة بيمضي عليها الفلاح والعامل والطالب، بتقول إن سعد زغلول هو وكيل الأمة. ودي كانت أكبر مغامرة في تاريخ مصر الحديث. تخيل يا محمود، سعد ورجالته بيلفوا البلاد، بيستخبوا في المراكب في النيل، بيمشوا في سكك مقطوعة بالليل عشان يوصلوا للقرى والنجوع، ويجمعوا التوقيعات، والجواسيس بتوع الإنجليز وراهم في كل حتة. كانت حرب عقول، مين يسبق التاني. الإنجليز اتجننوا، الورق وصل للملايين، الشعب كله قال سعد هو صوتي. فالاحتلال عمل الحركة الغبية المعتادة، قبضوا على سعد و3 من رفاقه ونفوهم لجزيرة مالطا. قالوا لما نبعد الراس الجسم هيموت، معرفوش إن الروح خلاص سكنت في الجسم كله. وتيجي سنة 1919، السنة اللي التاريخ وقف عندها انتباه. مصر كلها من اسكندرية لأسوان انفجرت زي البركان. دي ما كانتش مظاهرة يا محمود، دي كانت ملحمة. الطلبة سابوا المدارس، العمال سابوا المصانع، الفلاحين قطعوا قضبان القطر عشان يمنعوا عساكر الإنجليز يتحركوا. والأعظم من ده كله الست المصرية. لأول مرة الستات نزلوا الشارع، وقفوا قدام بنادق الإنجليز بصدر مفتوح وهتفوا:
يحيى سعد، تحيا مصر. كان مشهد يخلي الحجر ينطق، والشيخ والقسيس، الهلال والصليب، إيد واحدة في المظاهرات. الإنجليز كانوا بيبصوا مش مصدقين إزاي الشعب الهادي ده اتحول لطوفان. الإنجليز جابوا وراه، فهموا إن القوة مش هتنفع، رجعوا سعد من المنفى واستقبلوه استقبال الفاتحين. بس الحكاية ما خلصتش هنا، ده الفصل الأول بس. سعد دخل في دوامة تانية، دوامة السياسة والمفاوضات. الملك فؤاد من ناحية والإنجليز من ناحية، والسياسيين اللي بيغيروا منه من ناحية تالتة. الله عليك يا أمينة، سعد بقى رئيس وزراء سنة 1924، بس الكرسي كان مليان شوك، كل يوم مؤامرة، كل يوم ضغط. الإنجليز مش عايزين يسيبوا البلد، والملك خايف على عرشه وشايف سعد بيخطف الأضواء والحب منه. وسعد صحته بدأت تتعب، السن وحرقة الدم والمنافي أثرت عليه. بس فضل يعافر. الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة. كان بيغامر بشعبيته أحياناً عشان ياخد قرارات صعبة، وكان بيواجه برود الإنجليز بنار الوطنية، حتى لما نفوهم تاني لجزيرة سيشل في المحيط الهندي، مكان مقطوع وموحش. سعد ما يأسش، كان بيبعت رسائل سرية وبيدير الحركة الوطنية وهو في آخر الدنيا. وتمر الأيام وجسم الأسد العجوز يتعب، وفي سنة 1927 سعد باشا روحه طلعت لبارئها. يومها مصر اتشحتت بالسواد بجد، الناس كانت بتبكي في الشوارع كأن أبوهم هو اللي مات. جنازة ما حصلتش ولا هتحصل زيها. مات سعد، والناس افتكرت إن الحكاية خلصت، وطلعت جملة مفيش فايدة اللي الناس بتفهمها غلط. هو كان يقصد مفيش فايدة في صحته هو أو في المفاوضات مع عقليات معينة، مش مفيش فايدة في مصر. بالعكس، سعد مات بس زرع نبتة الحرية. بالظبط يا أمينة، سعد زغلول ما كانش مجرد سياسي، سعد كان فكرة، والفكرة ما بتموتش. علمنا إن الحق بيتاخد مش بيتوهب، وإن المصري لما بيحط حاجة في دماغه بيعمل المعجزات. من طفل يتيم في الدقهلية لزعيم خلى إمبراطورية الشمس لا تغيب عنها تعمل له 1000 حساب. الله يرحمه ويرحم كل جدع ضحى عشان البلد دي. دي كانت حكاية سعد، حكاية المغامرة والعناد والكرامة، حكاية لازم نحكيها لعيالنا عشان يعرفوا إن جدودهم كانوا رجالة بجد. وإحنا لسه عندنا حكايات كتير، التاريخ ما بيخلصش ومصر ولادة. استنونا في الحكاية الجاية، نشوفكم على خير.